وبأمر من جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس اليوم الخميس بنادي الضباط بالرباط مأدبة غداء أقامها جلالته بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيسا غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري صاحب الجلالة والرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة وأعضاء من الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء من الديوان الملكي وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى السبعين لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والسكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم حفلات تميزت على الخصوص بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة فضلا عن استعراضات عسكرية.